بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين واحلى اصدقاء. هنعمل النهارده ان شاء الله طبخة جميلة يمكن كلنا بنحبها وهتوفر علينا في الاسعار شوية وهتساعد برضو ان يوم نقضيه باكلة حلوة وجميلة وان شاء الله تعجبكم باذن الله. هنعمل مع بعض النهارده سلطة الفشة. يمكن معظمنا بيحبها وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ويا رب الطريقة تعجبكم إن شاء الله. بعد ما بنجيب الفشة يا حبايبي وبنغسلها غسيل كويس قوي. بنقطعها كبيرة كده، ما بنقطعهاش صغير في أول الطبيخ، وهنشوف احنا ليه هنقطعها حتت كبيرة كده. حسب الكمية اللي انت جايباها، لو جايبة كيلو جايبة أقل من كده قطعيها زي ما احنا شايفينها كده. وبنيجي على اللي هي الأماكن اللي بتاعة الأوردة أو الشرايين اللي احنا شايفينها دي، بنفتحها كويس ونبص جواها لو فيه دم متجمد أو أي حاجة، بنغسلها غسيل نظيف عشان تبقى في ايدينا زي ما احنا شايفينها كده يا حبايبي. بنحاول نفتحها كلنا زي ما احنا شايفين كده عشان نبقى مطمنين لها وتبقى كويسة في ايدينا وفي الاكل ان شاء الله. الحقيقة هي لما بتتعمل بالتتبيلة الجميلة اللي احنا هنعملها مع بعض بيبقى طعمها حلو قوي، ولها كذا طريقة في الطبيخ وان شاء الله برضو ننفذها مع بعض بإذن الله. بعد ما قطعناها زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي بنكون مجهزين مية مغلية، وبنضيف لها بقى ايه التوابل بتاعتنا. 3 4 فصوص حبهان، وبنحاول نفتحهم علشان الفيشة وبرضو تاخد من طعم الحبهان وما تبقاش زفرة معانا. كمان بنضيف ورقتين لورا، بتضيفي نص معلقة فلفل أسمر وبصلاية متوسطة كده يا حبايبي. وبعد كده ايه بنبتدي نسقط الفشة في المية المغلية بتاعتنا. بنسيبها في المية ديت حوالي نص ساعة لو هي صغيرة في السن، لكن لو كبيرة هنسيبها ايه حبة اكتر من كده. طبعا هنعرفها ازاي، هنيجي على العروق اللي موجودة وهتضغطي عليها وتشوفيها هي استوت معاكي او حتى دخلت في السوي ولا لسه جامدة. لو لسه جامدة هتسيبيها وقت زيادة في المية، لكن لو هي استوت خلاص هنبتدي نخرجها من مية السليق. بعد ما خدت لها غلوتين 3 كده في المية وقلبناها، هنجيب نص ليمونة برضو وهنعصرها عليها وهي بتغلي علشان تديلها ريحة حلوة كده وتمنع ريحة الزفارة زي ما احنا قلنا يا حبايبي. وما فيش مشكلة برضو لو ضفنا قشرة الليمون معاها في السليق، لان كده كده المية ديت احنا هنرميها مش هنستخدمها في حاجة. هي معانا هيت ما شاء الله استوت كده او دخلت في التسوية ما شاء الله. خلاص هنبتدي بقى نخرجها من مية السليق دي، طبعا بنرميها ما بنحتاجهاش في حاجة. وهنيجي بقى على الحنفية وهنغسلها تاني غسيل كويس قوي. بعد ما هنعد عليها الغسيل كده زي ما احنا شايفين يا حبايبي، هنرجع بقى نقطعها حتت صغيرة على قد ما احنا عاوزين. تقطعها كده في حجم ما بنقطع الكبدة او اللحمة لما بتيجي تعمليها بالبصل. بعد كده بقى هنجيب الحلة بتاعتنا وهنضيف معلقة زيت واحدة، ومعانا حتة دهنة كده كانت في الفريزر قطعناها مكعبات تديلها طعم برضو وتخلي طعمها حلو.
وهنبتدي بقى ان احنا ايه نخليها الدهن ده هيسيح في الزيت معانا. هنسيبه كده لما يتشوح براحته ويبتدي ان هو السمنية او الدهن اللي جواه يخرج، وتبقى القطع الدهن ديت بس مخلية من الدهون اللي فيها زي ما احنا شايفين كده. معانا بصلتين كبار مقطعينهم مكعبات كده زي ما احنا شايفين. هنديلهم تشويحة خفيفة، ما احناش هنخرج المية اللي في الخضار عشان تساعد في تسوية برضو الفشة معانا شوية. وكمان يا حبايبي معانا يجي 5 فصوص توم مقطعينهم مكعبات او تدقيهم ناعم لو انت عاوزة، وبنضيفهم برضو للخضار. وبعد كده هنرجع نضيف عليهم الطماطم. تقلبتين بساط كده على النار، مش هنزود التشويحة كتير زي ما احنا قلنا. هننزل بالطماطم بتاعتنا اهيت، وبعد كده هنبتدي ننزل بالفشة بعد ما قطعناها قطع صغيرة زي ما احنا قلنا اهيت يا حبايبي، مغسولة غسيل حلو وقطعناها حتت صغيرة ونزلنا بيها على الخضار. وهنسيبهم بقى وكمان بدهم ممكن نزيد نص كوباية مية لو هي لسه محتاجة تسوية كتير، لكن لو هي مش تحتاج تسوية هيبقى يدوبك الخضار كده ان هو يتشرب مع الفشة، ومش هتحتاج ان انت تسيبيها تستوي كمان. بنضيف التوابل بتاعتنا برضه، فلفل الاسمر والكمون والملح، وهنسيبهم بقى مع بعض يشربوا من بعض كده لحد ما تستوي معانا والخضار يستوي. كمان يا حبايبي برضو زي ما احنا قلنا لو محتاجة مية هنزودها نص كوباية مية حسب الكمية اللي احنا عاملينها، او نستغنى عنها خالص حسب الفشة لو هي سنها كبير او سنها صغير. انا هنا اكتفيت بنص كوباية المية وهتستوي وهتبقى زي الفل ان شاء الله، لان انا شفتها لقيت ان العروق بتاعتها خلاص بقت ما شاء الله داخلة في التسوية اهيت يا حبايبي. بعد ما شاء الله ما استوت واتشربت من الخضار والخضار كمان استوى معاها ما شاء الله، ريحتها وطعمها وشكلها والله يفتح النفس ما شاء الله. سلطة الفشة ديت من الأكلات الجميلة. ممكن بقى نعمل جنب منها طبق بابا غنوج، طبق سلطة خضرة، بتقدمها ويا عيش وبتبقى ما شاء الله في الأكل زي الفل. معانا بقى برضو حباية فلفل حامي مع نص ليمونة، وبتقدميها وبألف صحة وعافية يا رب. أتمنى حبايبي إن الطريقة تعجبكم وإن الفيديو يكون نال إعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ويسعدني وجودكم معانا، وبألف صحة وعافية يا رب.